عندك كوبايات ومجات متكسرة، الفيديو ده ليكي. هتعملي حبة حاجات كده خطيرة للعيد. من النهاردة لا هترمي حاجة مكسرة ولا حاجة قديمة. تعالي شوفي عملنا بيها ايه. عملنا مجموعة الورد الرهيبة دي، وشوفي بقى لو هتشتري الواحدة بس من بره هتشتريها بكام. كل ده من الكوبايات المكسرة اللي كانت عندي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال وجبر خاطر وبعود الأيام عليكم بخير يا رب، وانتوا فرحانين وسعدة ومتهنيين. بصوا بقى، أنا مش بتاعة مجات، بس جات لي صفقة مجات متكسرة. أسيبها؟ أبدا. جات لي فكرة حلوة قوي وكنت محتاجاها عندي في البيت. نفسي أعمل شوية فازات ورد كده، ورحت أسأل عليها أو إن أنا أجيبهم أو أشتريهم. لقيت أسعارهم غالية قوي برقم يعني، وعشان أجيب مجموعة كده النهاردة أو أجيب عدد هلاقي نفسي محتاجة مبلغ ومبلغ كبير. المهم أنا لقيت محل من المحلات الأدوات المنزلية عنده شوية المجات دي، بس إيديهم متكسرة وإيديهم مخلوعة يعني من مكانها. وقد كان اجت الفكرة في دماغي، قلت هوبا، طب ما دول شكلهم شكل الفازات كده وشكلهم حلو والوانهم جميلة واحجامهم كمان مختلفة، يعني هتناسب معايا في كذا مكان وكذا ديكور عندي في البيت. تمام كده، خلاص جبنا بقى صفقة المجات دي، او اللي يعتبر هي فازات او اي حاجة تعتبريها. انا جايبة كل المجموعة دي ب50 جنيه. تمام كده المجات تمام. طيب هتروح على اي محل بتاع اكسسوارات بتاع ديكورات ورد، اللي هو الحاجات الصناعية والمجفف وكل الكلام ده، وهتجيبي اي صحبة ورد انتي بتحبيها، اللون اللي بتحبيه. هتجيبي فل زي ما انا جايبة كده في الورق اللي هو الاخضر، هتجيبي ورد ابيض. براحتك خالص، الموضوع بيرجع ليكي انتي. طيب الاسعار متفاوتة على حسب كل مكان والتاني، وكمان على حسب نوعية الورد اللي انتي هتجيبيه، احجامه ايه، نوعيته ايه، وحاجة تانية على حسب كمية الورد اللي انتي هتحطيها عندك في الفازة اللي انتي هتعمليها. تمام كده. يعني انا كنت منوعة نوعية مجموعات ورد في الفازة، وانتوا هتشوفوا معايا وتتابعوا معايا. تمام كده. جايز طبعا الكوبايات بتاعت اللي انا هشتغل بيها، وجبت طبعا البنسة كده، وقعدت ان انا اقطع الورد عشان خاطر اشتغل بيه على طول، لان المادة اللي انا هثبت بيها الورد جوه الفازات بتاعته هتنشف معايا بسرعة. فانا لازم اكون تجهيز المسبق ده ان انا ابدا ان انا يعني اقسم الورد والفل كده واجهزهم معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا برص كده كل حاجة لوحدها عشان ارتب الشغل، عشان خاطر اثناء ما انا بشتغل ما يكونش فيها رجالة، ما يكونش الدنيا كده ملخبطة، وكمان اركز واعرف نفسي هعمل ايه، لان المادة اللي هنحطها جوه دي بتنشف بسرعة جدا زي ما قلت لكم. تمام. قطعنا كده كمية الورد المناسبة، وجهزنا عندي كوبايات اللي هشتغل بيها. المادة اللي هي هنمسك بيها أو هنثبت بيها الورد جوه الكوبايات هو الجبس الأبيض. ممكن تشتغلي بأسمنت أبيض. تمام. أنا حبيت الجبس أسهل وأسرع، وكمان ما باخدش معاه وقت كتير عشان ينشف. الكيلو بكام؟ الكيلو بتاعه ب5 جنيه. أنا جبت معايا 2 كيلو، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، كفة معايا ال10 كوبايات اللي انتوا شايفينهم دول. وكنت مالية الكوباية يعني يدوب كده، سايبة مسافة صغيرة، يعني يعتبر مالية الكوباية أكتر من 3/4. وبدأت ان انا احط معايا في اي علبة بلاستيك قديمة عندك واي معلقة قديمة تقلبي بيها. حطيت شوية كده من معايا من الجبس، وخدي بالك بينشف بسرعة قوي وخليه سايل معاكي. تمام. دي كان اول عجنة معايا يعني حطيت شوية من الجبس وبعد كده شوية من المية. بس خدي بالك كل ما تخليه سايل اكتر كل ما ياخد وقت، يعني دقيقتين ولا 3 يشد معاكي، عشان خاطر طبعا ما ينشفش معاكي بسرعة. لو خليتي العجينة او القوام بتاعها كده تقيل ويابس هتنشف معاكي بسرعة، ومش هتلحقي تحطي الورد بتاعك او الفول او اي المادة، يعني اي حاجة احنا هنستخدمها في التزيين. تمام كده. طبعا في نوعيات كتيرة قوي زي ما قلتلك في الاسواق، حسب ما انت عايزة وتشتري. تجيبي ورد ابيض احمر، تجيبي بقى كله العروف بس، او الورق الخضرا بس، الشلالات، الحاجات الكتيرة دي. فانت شكلي زي ما انت عايزه. انا كنت حابه الورده دي، وكمان فيها فل كده مع الجناب، وقلت هطعمها كمان زياده بالفل كده بالورق الاخضر. الورق الاخضر عموما بيدي كده فرحه بهجه، بيريح العين، بيعطي المكان كده اشكال حلوه، سواء بتحطيها عندك على رخامه المطبخ او على ترابيزه سفره او في كورنر كده على ترابيزه صغيره تحت ترابيزه الشاشه. ايا كان المكان اللي هتحطي فيه يعني، فهيخلي الشكل حلو قوي. تمام. طبعا الموضوع بيرجع ليكي برضو على حسب كمية الورد. انت ممكن تحطي
في الفازة الورد ديّة تحطي ورداية واحدة أو وردتين، أو تحطي وردة وشوية من الفل. أنا هنا عملت مثلًا ورداية وحطيت صحبتين من الفل ده، وخلّيت كده الوردية في النُص والفُل بتاعها من الجناب، اللي هو النوعين اللي إحنا جايبينهم مع بعض. وممكن كمان تحطّي ورداية واحدة مع برضه غصن من الفُل، برضه أنا شكِّلت تمام كده، دي أحجام كانت صغيّرة، فبقيت تحطّي فيها ورداية مع 2 فُل أو مع واحدة فُل، الفازة السودا دي حطّيت 2 ورد مع واحدة فُل، تمام كده، اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن وأنتِ بتشتغلي تحبّي تزوّدي، طيب تخلّيها طويلة شوية غصن الورد يعني، أو ممكن تخلّيها قصيّرة زي ما أنا عاملة. طبعًا الموضوع في الأول والآخر بيكون ذوقيات وحسب ما أنتِ بتحبّي الحاجة أو تشوفيها تفرّحِك وتسعدِك، تمام كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بقيت أعجن كمية قليلة، يعني مثلًا اللي يكفّي 3 من الفازات، عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد المادة زي ما قُلت لكم الجبس ده ما ينشفش معايا بسرعة، تمام كده، اللهم صل على سيدنا محمد. وبقيت أزوّد هنا المَيّة كده على السريع وأدوّب عشان ما يبقاش متكتل معايا. طبعًا مجهّزة الكوبايات. الموضوع في الخطوة دي بيبقى عايز خطوة سريعة شوية، عشان زي ما قُلت لكم مش تصُبّي جوّه الكوباية وبعد كده ينشف معاكِ ومش تلحقي تحطّي الورد بتاعِك، تمام. طبعًا زي ما أنتم شُفتوا كده أنا كنت باقيس ارتفاع الوردة على المَج من برّه، عشان خاطر أنا عايزاها بارتفاع معيّن، تمام. أنا جِبت هنا 3 أكبر مجات معايا أو فازات أو أيًا كان المسمى اللي هنسميه، ودول هاعملهم بطريقة معيّنة لإني هازوّد فيهم عدد الورد، تمام كده. وكده بدأت إن أنا أملى معايا ال3 كوبايات. طبعًا أنا مقسّمة الورد، وكمان لو في حاجة مش مقصوصة أو مش متضبّطة على المقاس، فأنا كده بالبنسة على السريع بابدأ إن أنا أقيس الوردة من برّه، وبابدأ أقص كده عشان أضبط معايا. بُصّوا، كل الخطوات دي بتكون سريعة جدًا، تمام. أنا مالية بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة من الجبس عشان خاطر كمان الفازة تكون ثابتة وتكون تقيلة وما تتحركش أو ما يحصلهاش أي مشكلة، تمام كده. حابة تجيبي أسمنت أبيض وتجيبي الجبس وتخلطي الاتنين على بعض ما فيش أي مشكلة خالص، بس أنا فضّلت زي ما قُلت لكم الجبس الأبيض. هنا هاعملهم 3 فازات كبار، يعني كل واحدة فيها 3 وردات أو 4 كمان، غير ما أنا هاطعّمهم كمان بالفُل أو صُحبة الفُل اللي معايا، تمام. دول هيبقى ليهم استخدام معين أو ينحطوا في أماكن معينة، اللهم صل على سيدنا محمد. وضبطتهم كده وأنا كده عارفة نفسي مثلا إيه اللي هحطه عندي في الصالة وإيه في المطبخ، إيه اللي هحتاجه هنا أو هنا أو هنا أو كل الكلام ده. وزي ما قلتلك الموضوع متاح معاكي، يعني من النهاردة عندك مج مكسور مش هترميه، لإعادة تدوير، وكمان نستخدمه في حاجات حلوة كتير، منظم للمكياج عندك على التسريحة، منظم للفرش في الحمام، نعمل بيه فازة ورد جميلة حلوة وسهلة وسريعة زي كده ومش مكلفة. وكمان حاجتِك عملتيها بإيديكِ، وأي حاجة بنعملها بإيدينا بتكون مفرحة ومبهجة وبتدّينا سعادة كده، وبنحس بالإنجاز وبطاقة إيجابية. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون حماسي وحلو، وإن أنتِ بعد النهارده مش ترمي حاجة أبدًا. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات، متحمسة جدًا لرأيكم، وكمان كومنت حلو كده بالصلاة على النبي ولايك للفيديو. كل سنة وأنتم طيبين ومع ألف